معاكم عبد الله محمد غانم، طالب بالفرقه السادسه كليه الطب جامعه المنوفيه دفعه 35. احنا النهارده عاملين فوتوتيكال بمناسبه التخرج. معاكم عبد الله محمد غانم، طالب بالفرقه السادسه كليه الطب جامعه المنوفيه دفعه 35. احنا النهارده عاملين فوتو سيشن بمناسبه تخرجنا، يعني 6 سنين الدراسه الحمد لله. يعني النهارده عاملين فكره مستوحاه من رقعه الشطرنج، عاملين فيها شويه تفاصيل حلوه كده. الملك الاسود ده بيعبر عن 6 سنين تعب وجهد واجتهاد في الدراسه انتهوا بخير. انا الملك الابيض، الطالب اللي بيصور هو اللي واقف في التصوير هو الملك الابيض اللي تغلب على كل المصاعب والعقبات اللي قابلته في اثناء فتره الدراسه. والسكيلتون اللي ورا ده، الهيكل العظمي اللي ورا ده، بمستوحى من ان احنا من ساعه ما دخلنا الكليه لغايه لما بعد عمر طويل يعني حياتنا كلها يعني في الطب. يعني اشكر كل واحد في الدفعه 35. الدفعه دي مليانه ناس كتيره كويسه جدا بتحب تساعد بعضها بكل حاجه، مفيش حد بيبخل عن زميله في حاجه. فانا بحب اشكرهم جدا على كل مجهوداتهم، والناس اللي تعبت في خلال ال6 سنين اللي هم يوفروا علينا اي حاجه في المذاكره او تسهيل الامتحانات او اتفاقات مع اداره الكليه. ناس يعني شكرا جدا 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 لهم. يعني نخلص بس سنه الامتياز كده على خير، ونشوف بقى نيابتنا او تسجيل في الزماله وناخد التخصص، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا يعني في كل واحد يكرمه في التخصص اللي هياخده يعني، ويبقى اكبر دكتور فيه. السلام عليكم، معاكم دكتوره سلوى فؤاد، استاذ مساعد بقسم الباراسيتولوجي بكليه الطب جامعه المنوفيه ومنسق عام اداره الوافدين بالجامعه. النهارده احنا بنحتفل بانتهاء امتحانات الدفعه 35 بكليه الطب. الطلبه النهارده عاملين اجواء مبهجه، بيعملوا فوتو سيشن النهارده، بيتصوروا بافكار جديده واشكال جديده. احنا بنحب دايما نشاركهم في كل احتفالاتهم وفي كل الاحداث اللي بتحصل معاهم، وكليه الطب دايما بتحتوي الطلبه بتوعها واحنا معاهم ان شاء الله لحد حتى بعد ما يتخرجوا. مبسوطه بدفعه 35 جدا لانهم يعني ما شاء الله احنا بادئين الاجواء اللي في احتفاليه من قبل حتى ما يخلصوا امتحانات. النهارده كان يوم التصوير، لسه هيعملوا فان داي ولسه في يوم تخرج. احنا ان شاء الله يعني دايما معاهم، وانا بعتز جدا بدفعه 35 لان فيهم طلبه كتير عزاز جدا على قلبي. في طلبه منهم كتير متميزين، في طلبه كتير جدا جدا بيشاركوا في انشطه وكانوا بيشاركوا في احداث كتير في الكليه، فانا بعتز بيهم جدا جدا وبقول لهم الف مليون مبروك. دكتوره فاطمه السقا، فرقه 35 في طب المنوفيه. النهارده اخر يوم لينا بمناسبه التخرج، والفوتو سيشن دي بمناسبه حبينا نسيب ذكرى كويسه في الكليه هنا، دفعات الاصغر تفتكرنا بيها، واحنا بعد كده بعد سنين طويله نفتكر بعض بيها. الفكره علاقه بالشطرنج، ان الدكتور هو اللي لابس ابيض فالملك الابيض هو اللي بيفوز، والكلمه اللي هي وايت كوتد اولويز وينز دي جايه ليها علاقه بالشطرنج يعني. انا دكتوره اروى حسني قطب شرع، واحده من منظمين الفان داي دفعه 35. الكليه هنا متعاونه معانا جدا في ان احنا نفرح الطلبه، واحنا خدنا كل التصريحات، وبجد العميد والدكاتره قد ايه هم متساهلين معانا. عندنا بجد طلبه فرحانين قوي ان احنا الحمد لله خلصنا، واحنا حاولنا ان احنا نساعدهم. عملنا السيشن بتاعنا عن الشطرنج، ان احنا ملوك اللعبه وان احنا اللي كسبنا الحمد لله، ان احنا يعني اتخرجنا وعدينا كل الصعاب. والنهارده جايين نقول التشيك ميت، يعني كش ملك، ان احنا كده خلاص خلصنا اللعبه والحمد لله نسيب الكليه. انا محمود سويد، طالب في الدفعه 35 طب المنوفيه، واشرف ان كنت ضمن الدفعه المتميزه ديت، متميزه في كل حاجه. والنهارده يعني مش عايز اقول زي يوم العيد، هو ممكن اقول عليه يوم العمر. احنا العيد بيتكرر كل سنه مرتين، لكن العمر هي يوم واحد للتخرج طول العمر. فالحمد لله ان ربنا بلغنا اليوم دوت واحنا بكامل صحتنا وبكامل سلامتنا النفسيه والصحيه والعقليه، والحمد لله كانت ليالي مريره، بس الحمد لله يوم الجزاء الواحد بينسى كل التعب، يتبقى له بقى النتيجه، وان شاء الله ربنا يفرحنا كلنا بالنتيجه، ونكون كلنا في احسن حال وفي احسن تميز، ونشرف المنوفيه على مستوى العالم كله ان شاء الله.